اهلا بيك. جاي وجايب لي مخالفاتك معاك. ماشي يا مخالف. هجايب لك النهارده طريقه ازاي تستعلم عنها. بس على فكره مش معنى ان انا جايب لك طريقه عشان تستعلم عنها ان انا بقول لك اعملها ماشي. لا يا ريت بلاش مخالفات، وده لسلامتك ولسلامه الاخرين. انت عارف طبعا ان انا خلقي ضيق وبصراحه بفرهد من الهري. فلما دورت حتى على طريقه الاستعلام على اليوتيوب لقيت ان الناس حاطه فيديوهات ممكن توصل ل 40 وال 50 دقيقه. وهو الموضوع كله على بعضه يعني مش محتاج كده خالص يعني. فانا جيت النهارده وجايب لك الزتونه وجاي اقول لك يلا بينا نبدا. افتح معايا يلا اي براوزر او متصفح انت بتحب تستخدمه، سواء كان جوجل كروم، فايرفوكس، الايدج اللي يريحك. وتعالى كده على اليو ار ال فوق واكتب معايا بالظبط كده ppo.gov.eg ودوس انتر. هيظهر لك الويب سايت اللي انت شايفه قدامك ده، وهو ده الويب سايت بتاع النيابه العامه عموما. احنا يلزمنا منه ايه؟ يلزمنا منه الخدمات نيابات المرور، لان احنا داخلين نستعلم عن المخالفات. فهندوس عليها، هيطلع لك الاوبشنز او الاختيارات اللي هي اللي موجوده في تخصص المرور. زي ايه؟ زي الاتي ادي اهو. ممكن ان انت تستعلم اصلا، تقدر تعرف يعني اذا كان عندك مخالفه ولا لا. طيب لو انت عارف ان انت اوريدي عندك مخالفه وعايز تدخل تعمل عليها تصالح، هيبقى عن طريق التصالح الفوري. برضو لو انت اوريدي موجود عندك مخالفه وعايز تدخل تدفعها اونلاين، فتقدر تختار الدفع. ولو انت في مخالفه وشايف ان هي كان مش انت اللي عاملها او فيها مشاكل او حاجه، تقدر تعمل عليها تظلم. طيب خلينا نروح للي احنا جايين له اللي هو الاستعلامات. هندوس على استمرار. والاستعلامات تقدر تستعلم يا اما عن المخالفات اللي هي على رخصه العربيه، ويا اما عن المخالفات اللي هي على رخصه السواقه بتاعتك. طبعا لو احنا هنستعلم عن العربيه فهنختار مخالفات رخص المركبات. لو عن رخصة السواقة الشخصية فهتبقى عن مخالفات رخص القيادة. خلينا نروح لمخالفات رخص المركبات وندوس استمرار. هتدوس استمرار، هيبقى ده الشكل اللي ظاهر قدامك. هيقول لك ان انت لو عايز تستعلم عن المخالفات اللي على رخصة العربية قدامك طريقتين. يا اما العربيات اللي هي تبقى اللوحة بتاعتها عبارة عن حروف وارقام، يا اما اللوحة بتاعتها ارقام فقط. خلونا نبدأ في دي الاول. وهنا في الحالة دي اقلب بقى معايا الكيبورد عربي، وابدأ اكتب الحروف اللي هي في لوحة عربيتك، وكل حرف بيتكتب في خانة لوحده. وبعدين الخانة الكبيرة دي بتكتب فيها الأرقام ورا بعضها. طيب بعد ما تكتب البيانات بتاعتك هتدوس على إجمالي المخالفات. في إجمالي المخالفات هتلاقيه طالب منك حاجتين: الرقم القومي، وهو ده الرقم القومي اللي انت كنت مسجل بيه رخصتك، ورقم الهاتف المحمول. وخلي بالك كده من الملاحظة الجميلة اللي هو حاططها تحت دي. بيقول لك ايه؟ برجاء ادخال رقم الهاتف المحمول الذي ترغب باستقبال الرسائل النصية عليه الخاصة بتسجيل المخالفات. طيب هو رقم الموبايل ده اصلا انت لازم تبقى اوريدي مسجله في الويب سايت بتاع المرور. ازاي؟ هفتح لك دلوقتي الويب سايت واوريه لك علشان تبقى بعد كده ولو حصلت معاك اي مخالفة تجي لك المسج على طول فين؟ على رقم الموبايل بتاعك. المهم هتكتب هنا الرقم القومي بتاعك وبعدين رقم الموبايل. ولو انت عندك مخالفات هتدوس هيطلع لك على طول ايه؟ المخالفات اللي موجوده عندك. انا هنا بما اني دافع المخالفات فخلاص ما عنديش حاجه اعملها، فكاتب ايه؟ طلب استخراج شهاده الوفاء بالغرامات. احنا كنا قلنا ازاي تدخل لوحه العربيه بتاعتك لو هي عباره عن حروف وارقام. طيب لو هي ارقام فقط هتختار الاختيار ده، هيظهر لك الخانات بالشكل اللي انت شايفه. فهنا هتكتب الارقام اللي هي على الرخصه بتاعتك، وهتختار المحافظه اللي انت منها، وتختار نوع الترخيص سواء بقى أجرة ملاكي أيا كان من الاختيارات اللي ظاهرة قدامك. وبرضه في الآخر هتقول له إيه؟ هتدوس على إجمالي المخالفات. يلا بينا. أنا كنت قايل لك إن إحنا هوري لك إزاي تدخل رقم الموبايل أو تسجل رقم الموبايل بتاعك. فتعالى كده برضه في المتصفح بتاعك واكتب معايا الآتي:
traffic دوت MOI دوت GOV دوت EG. MOI دي مش شائعة، اللي هي Ministry of Interior. ده الويب سايت اللي هو بتاع صفحة المرور تابعة لوزارة الداخلية. هو ده اللي انت بتسجل منه الحساب بتاعك، وبالتالي تقدر تسجل رقم الموبايل. ازاي؟ فوق اهو، لو انت ما كانش سبق لك التسجيل تقدر تختار مستخدم جديد، ودي البيانات اللي هو بيطلبها منك. الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي. خلي بالك هنا الاسم بتاعك زي ما هو مكتوب في البطاقة بالظبط هتكتبه، يعني لو الاسم مكتوب على البطاقة ثلاثي اكتبه ثلاثي، لو هو مكتوب رباعي في البطاقة يبقى لازم تكتبه هنا رباعي. طبعا بريد الكتروني هتكتب ايميل يكون شغال وقادر توصل له، ده لازم طبعا. هتحط اي باسورد انت بتستخدمها عند كلمة المرور. العنوان هتكتب عنوانك تفصيلي زي ما هو في البطاقة بالظبط، وكذلك الوظيفة لازم تكون زي اللي في ظهر البطاقة بالظبط. الجنسية طبعا هتختار جنسيتك واللي هي مصري يعني، وبعدين رقم الموبايل بقى هو ده، وهنا هتكتب رقمك القومي واسم الأم، وعند هنا في حاجة اسمها رقم المصنع. ايه رقم المصنع ده؟ هكبر لك بس الصورة شوية عشان ناس كتير بتسأل على المعلومة دي. هنا اهي، بص دي في الرقم القومي عندك من تحت تاريخ الميلاد هتلاقي فيه ارقام مكتوبة تحت كده، هي دي انقلها واكتبها في الخانة دي. وبعد كده طبعا هتختار المحافظة بتاعتك وتحط الرمز اللي موجود هنا، دول الحروف اللي موجودة قدامك دي هتكتبها هنا وتدوس على سجل. التسجيل بيقعد تقريبا ساعة لحد ما الحساب بتاعك يدفع. كده انت بقى عندك رقم الموبايل بتاعك وبياناتك متسجلة. منين ما هيحصل معاك اي مخالفة بعد كده هتلاقي على طول بتجيلك المسج على رقم الموبايل بتاعك. بس يا سيدي الموضوع بسيط وسهل ومفهوش ان شاء الله اي حاجة معقدة. اتمنى ان انا اكون افدتك وفي نفس الوقت انجزتك وما طولتش عليك. ما تنسانيش بقى كده في لايك حلوة وسبسكرايب. طبعا لو عندك اي اسئلة اتفضل يا فندم في الكومنتس تحت براحتك، اسأل على اللي انت عايزه.